صار معي شيء في هالرحلة ما توقعته أبداً. طريق مو مثل أي طريق، منعرجات خطيرة، مناظر تخليك تنسى التعب، ولحظة صارت في آخر الرحلة ممكن تغير كل شيء. خلكم معي لأنه اللي راح تشوفه اليوم ما يصير كل يوم. الطريق اللي مشيت فيه اليوم مو عادي أبداً. من أول منعرج عرفت إن الرحلة هذه غير. جبال عالية، وديان عميقة، ومناظر تخليك توقف بدون ما تحس. أرزقنا يا الله من واسع فضلك، واكتب لنا البركة في الطريق. هي فرصة للنجاح فيما بعد إذا تمت الاستفادة منها كتجريش جديد بالمقصود. الأمل أن في نهاية الخطة من أسفل. كل منعطف كان كأنه باب لمشهد جديد، مرة غابة، مرة صخور، مرة شلال صغير، وكل لحظة تقول ما شاء الله، هذا خلق الله. من مسؤولياتي أن أتطلع دائما إلى المستقبل وأتمتع بنجاح العمل والقدرة على المحافظة على روح الفريق. إذا النجاح يعطي الفرصة لكل من في الشركة لإظهار أفضل ما لديهم والنمو. إنك كقائد يجب أن تكون صاحب رؤية وقلب وقوة، إذ تمكنك الرؤية من السعي الدائم إلى التعلم، وتفتحك قلبا متسعا يحتوي جميع رغبات فيها. يواجه القائد العديد من المشكلات وأفضل مادة للتعامل معها. والتحدي المنعرجات. سائق الشاحنة هنا لازم يكون صاحي لكل حركة، لأن غلطة بسيطة ممكن تكلف الكثير، لكن التوفيق دائما من رب العالمين. دانتي ورسالة الغفران لأبي العلاء المعري من حيث الفكرة والموضوع. ويقال إن أوروبا لم تكن تعرف الفروسية قبل وفود العرب إليها وانتشار فرسانهم في الأندلس، فماذا عن الإسهامات العربية في مجالات الفلسفة والدين والسياسة؟ خلكم معي للنهاية، لأن المشهد الأخير ما ينشاف إلا من فوق الجبل. أوعدكم المنظر يستاهل كل ثانية. والذي تأثر به الفيلسوف ديكارت لاحقا، كما رأينا ابن سينا والفارابي والكندي ومحي الدين بن عربي الذي تأثر به توماس أكويني الفيلسوف الإيطالي، واتخذ موقفا مشابها له فيما يتعلق بالوجود الإلهي وقدرة الله تعالى وذاته
وصفاته كأصل للوجود. أما بالنسبة للغة فقد انتقلت الكثير من الكلمات العربية إلى اللغة الإنجليزية، مثل قطن وأرز رايس، وسكر شكر، وليمون ليمون. وقد انتقلت هذه المفردات وتم تحريفها إلى مختلف اللغات الأوروبية أثناء حكم المسلمين للأندلس. وقد شهد على ذلك الكاتب الإسباني الشهير فيسنتي بلاسكو أبانيز، إذ قال ممتدحا دخول العرب إلى إسبانيا: لم يكن في الواقع فتح فرض على الناس برهبة السلاح، بل حضارة جديدة بسطت شعابها على جميع مرافق الحياة. وقال أيضا إن عصر النهضة مدين للحضارة الأندلسية. ما أراه صحيحا فعل توصيات المستثمرين رغم احترامي لهم. إن الموظفين هم أهم مساهمين لدينا. توقفت هنا لأن المشهد أكثر من يستحق. أمامي منحدر طبيعي ووديان تمتد للبعيد، لا نهاية للون الأخضر، والهواء يملأ الصدر براحة لا توصف. تخيل هذا الجمال، تحس إنك تمشي داخل لوحة مرسومة بأجمل ألوان الخالق. كل مشهد يقول خلك ساكت واستمتع، لأن العين تروي أرواح. إذا مشهد مثل هذا بيحير الواحد في أول الطريق، فشو بيصير في النهاية؟ لا تفوتوا اللحظة اللي بتختم بها الرحلة، لأن الجمال اليوم بيصير ذكرى.